دي شهادة أمل. أمل كان من المتفوقين على دفعته في كلية الحقوق، وتقديره كان معلش مش هنقدر نقرا التقدير من كتر التراب اللي عليها. وطبعا زي ما انتم شايفين أمل عايش في أجمل مكان ممكن تتخيله. أمل بيحب يصحى كل يوم بدري عشان يبدأ اليوم من أوله، عشان كده بيحب دايما يتأمل كل الحاجات الجميلة اللي حواليه. ومما لا شك فيه إن أمل بيتضايق جدا لو صحي في يوم وما لقاش الفطار جنبه على السرير. وبعد ما بيخلص فطاره بيقوم ياخد الشاور الجميل بتاعه. وبعد ما بيخرج من الشاور أمل كل يوم بيقع في مشكلة كبيرة، إنه مش عارف يختار إيه يلبسه النهاردة وهو نازل. أمل بيحب يلبس أحلى الماركات العالمية، وطبعا رصيده في كل البنوك كتير، بس المشكلة لما الATM بتاعته بتهنج بيضطر يفتح المكنة من فوق، ولأنه مش عارف يودي الفلوس دي فين فبيحب يصرف كتير من غير ما يحسبها. أوبس، أمل افتكر إن شيكته عمرها ما هتكمل إلا بساعته اللي عمره ما بيستغنى عنها. أمل ما استناش كتير، وطبعا الموظف قابله أحسن استقبال. أمل ما كانش فاهم الموظف بيعمل كده ليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان. ولما الوقت بيعدي على أمل بيفضل يحلم ببكرة، شايفه أحسن من امبارح، بيفضل متفائل. باختصار أمل عايش دايما على أمل. المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتوجه بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء. ولأن أمل كان عنده إصرار ما كانش بيزهق. طبعا الموظف قابله أحسن استقبال، وقعد يتكلم معاه كتير جدا لدرجة إن أمل نفسه زهق من كتر الكلام ومشي وهو فرحان. من أجل ذلك أتيت اليوم إليكم
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري انتوا مش عارفين ان انتوا نور عينينا ولا ايه؟ ولأن أمل عنده كل وسائل الترفيه في بيته، بيفضل كتير لوحده مش عايز يخرج، طبعا لأنه بيلعب كل ألعاب الفيديو جيم وأونلاين كمان. سلسلة من أعمال العنف تشهدون في ميدان طلعت حرب والله لنثأرن ذلك بعد ساعات على انتظار ردود الفعل المنازلة. فجر مسلحون مجهولون ليلة الثلاثاء. أعلن حساب منسوب لتنظيم أجناد مصر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في اليوم ده وبصراحة كده أمل كان زهقان من كتر الراحة اللي شافها، فقرر إنه يخرج عشان يغير جو. بفتح كل يوم عيني وبشوف نقط ضعفي وخوفي من الظروف، فسلم أمري لله والحياة بتيجي عليا وبتملاني خوف. ده لما لقيت لي حلم عشان أعيش في دنيا شايفها ما بينتهيش، ولسه شد حيلي وهبتدي خلص ونهايته برضه على ما فيش. أنا الحد اللي مش مفروض أعيش فأعيش، وأنا مكسور ونفسي في يوم أموت. أنا الحلم اللي كان عمره ساعات ومات، لا شاف النور ولا اتسمع صوت. وأمل من يوم ما خرج عشان يغير جو وهو فرحان جدا باللي حصل، أمل فضل عايش وهو بيحلم ببكرة أحلى، وفعلا نجح في إنه يحقق كل طموحاته، وكمان قدر إنه كفاية كدب بقى، كفاية. كل حاجة موجودة بتأكد إن أمل مات، لكن في الحقيقة ضياع أمل كان أصعب بكتير من موته. أنا الحد اللي